حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام بعد الفاصل، ونحن الآن في قهوة الصباح. كما أعلنا لكم بالأمس وليلة البارحة أنه سنتحدث عن حديث الغدير أو غدير خم، وربما ثار في نوع من التساؤلات كثيرة عند كثير من المشاهدين الكرام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي: إيش هو غدير خم؟ وماذا تقصدون بحديث الغدير؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سنتكلم مع مؤلف هذا الكتاب حديث الغدير، والمؤلف هو الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، المشرف العلمي على مؤسسة الإسلام اليوم. دعوني باسمكم جميعا ورحب بي، فأهلا وسهلا بك شيخ عبد الوهاب. مرحبا بكم وحياكم الله، ولقاء طيب مبارك إن شاء الله مع هذا الصباح الجميل. وإحنا سعداء بالتواصل معك اليوم، الله يسعدك، وهذه الساعة المباركة. بارك الله فيك. دكتور عبد الوهاب، أنا زي ما أشرت في المقدمة في نوع من الحديث: إيش حديث الغدير وغدير خم؟ لماذا الدكتور عبد الوهاب الطريري توجه لهذا الحديث والبحث فيه والتأليف فيه أيضا؟ أولا جميع الإخوة المشاهدين والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء مع طلاع هذا النهار الجميل المبهج. الحديث عن غدير خم هو اهتمام بما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفاء بمن احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. فموقف الغدير وخطبة الغدير ومقام النبي في الغدير موقف اهتم به النبي واحتفى. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم يدفعنا للاهتمام بهذا الحدث، واحتفاؤه بمن احتفى به في غدير خم يدفعنا إلى هذه الحفاوة العظيمة التي أظهرها النبي وأشهرها وأعلنها في هذا المقام. ولذلك استحق هذا الموقف أن نقف معه. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة وقضى حجة الوداع للناس وودعهم في منى وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وعاد إلى مكة. أنا كنت كتبت كتيب عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كأنك معه. فعندما تخيلت مشهد الرجوع إلى مكة كان مشهد مؤثر وأنا أتخيله. تخيل النبي الآن وهو يرجع إلى مكة بعد أن أقام الحج بأكثر من 100,000. كلمة 100,000 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا رقم فلكي، رقم فلكي. يعني أن يجتمع 100,000 في مكة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا في عصرنا هذا، وإلا كل العصور السابقة ما كان يجتمع هذا العدد أكثر من 100,000. ثم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج صبيحة يوم الأربعاء من مكة مودعا لها كل هذه الجموع، وهي تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر اللي هو يوم الأربعاء اليوم 14 من شهر ذي الحجة، والنبي يقرأ سورة الطور مع أنفاس الصباح الأولى وخيوط الضياء الأولى، وأهل مكة والمسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ما كان يخطر في نفس أحد منهم أن هذا هو اللقاء الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة. هذه آخر مرة ينظر فيها النبي إلى الكعبة، وآخر مرة يقيم فيها في مكة. ثم دف النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى المدينة مع كل القبائل. أثناء الطريق كل قبيلة تلحق بمنازلها. أثناء الطريق يقل العدد، يعني كل الناس يتوجهون إلى في نصف الطريق تقريبا يقف النبي صلى الله عليه وسلم. أين بالضبط؟ عند غدير خم. يتوقف في هذا المسير ويجمع الناس ويحتفي بهم ويعلن إعلان ويؤكد شعيرة من الشعائر العظيمة بين المسلمين، شعيرة الموالاة، لكن في هذا المقام يخص بها ويحتفي بها بمن يستحق الإشادة والإظهار. تخيلت أنا هذا المشهد فسرت فيه بمشاعري ووجداني وقلبي حتى ذهبت إلى مكان الغدير، تجولت فيه، وقفت وتذكرت كلام ابن عمر يقول وهو يسير براحلته
في مسار النبي صلى الله عليه اللهم وسلم صل. يقول لعل خفا أن يقع على خف، فكنت أسير وأنا أقول ولعل قدما أن تقع على أثر قدم. الله. يعني عندما وقفت في الغدير، هو في مكان الغدير فليس ثم أي هو غدير. مكان الغدير؟ ممكن نعرضه الآن على الشاشة. الغدير يقع تقريبا في نصف المسافة بين مكة والمدينة. الآن هو على الصورة نشوفه في الشاشة. بينه وبين مكة باتجاه الشمال تقريبا 150 كيلو. يعني أقرب ما يكون إلى رابغ. نعم، لاحظ هذه الخارطة تبين طريق النبي من مكة إلى المدينة في حجة الوداع. نعم. ليس في الهجرة وإنما في حجة الوداع. تقريبا في المنتصف وقرب رابغ يوجد غدير خم. فين بالضبط في منطقة الآن؟ قرية شيء معين؟ أقرب منطقة له الآن ميقات الجحفة. قبل ميقات الجحفة وأنت متجه من جدة أو بعد؟ بعد ميقات الجحفة على يدك اليمين، يعني شرق الجحفة. موقع الغدير يبعد عن مكة تقريبا 150 كيلو أو بالضبط 154 كيلو، وعن المدينة 196 كيلو جنوبا. هذا بالمسافة الهوائية، يعني بالخط المستقيم. والاسم خم كذا من قديم؟ لا يزال. طبعا أهل منطقة رابغ يسمونه غدير الغربة. غدير الغربة. الغربة، نعم. لأنه المكان إذا اجتمع فيه الماء وأجن أصبح فيه اللي يسميه غرب. يعني تغير الماء لطول مكثه، فكان يسمى الغربة، لكن اسمه غدير خم، وهو في وادي الجحفة يسمى وادي الخرار. على شفير الوادي. كان هذا المكان يقع شرق الطريق، يعني الأصل أن الذاهب من المدينة مكة إلى المدينة لا يطأه، سيكون في سيكون يمينه شرق المكان، لكن النبي حاد إليه وإلا في الطريق. وأنا وقفت على الطريق يسمى الآن طريق الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في الروحاء قال لقد مر بهذا الوادي 70 نبيا. الله. هو الطريق ما بين المدينة ومكة، وهو الطريق القوافل القديم، ووضع له أنصاب في عهد الدولة العباسية تبين مسار الطريق. فالطريق لا يطأ غدير خم، لكن النبي حاد إليه يمينا. طيب ليش حاد النبي إلى مكان الغدير؟ حاد من أجل هذه الخطبة، لأن غدير خم مكان وادي أرضه دمثة يسهل النزول فيه ماء فيحصل فيه التروي والري، مكان مناسب لإقامة المسافر، وأرضه سهلة للاجتماع فيها. والنبي معه خلنا نقول قرابة 70,000 في بعض الروايات وفي بعض الأخبار، لأن عدد كبير جدا. فيحتاج إلقاء الخطبة فيهم إلى مكان مناسب. مثل خطبة النبي في عرفة. النبي لم يخطب في عرفة نفسها، لأن عرفة أرض صخرية، أرض جبلية، وإنما نزل إلى وادي عرنة. والوادي فسيح وأرضه دمثة رملية يسهل الجلوس عليه والاجتماع فيها. كذلك الوادي الذي فيه غدير الخم بنفس، لو يعني عرضنا الصور ستجد أرض الوادي منفسحة فيها أشجار سمر كثيرة، وأيضا في صور لأشجار السمر هي ظل الناس، لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر مارس آذار، ويكون الفصل. هذا مكان الغدير. الصورة هذه مكان الغدير الآن اللي هو عبارة هذه عندي. أي نعم، على حافة العبارة تقريبا تركب العبارة عليه. أيضا لو في صورة أخرى يا أخوان زودونا بها. صور أشجار السمر مثلا، هذه أشجار السمر هذه الآن حاليا موجودة الآن. نعم. هذه الآن أشجار السمر التي كان الناس مستظلين فيها قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فالصحابة متفرقين تحت أشجار السمر. النبي خطب بين شجرتي سمر ظلل له بينهما لأن الوقت حار. إذا نظرت لطريقة النبي في التهيؤ لهذه الخطبة، تلاحظ النبي اختار المكان واختار الزمان اللي هو اليوم 18 من ذي الحجة، يعني بعد 4 أيام من مسير الطريق بين مكة والمدينة يأخذ تقريبا 8 أيام في النص تقريبا. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخطبة بأنواع من التهيئة، منها أنه نزل في هذا المكان المناسب للاجتماع، منها أنه نادى لهذه الخطبة بنداء الفزع،
الصلاة جامعة، هذا النداء في مثل خسوف، نداء فزع، هذا الدلالة اللي فيه. هذا النداء مثل صفارة الإنذار. تعالوا لأمر مهم. هذا النداء مثل ما قلت مثل صفارة الإنذار تدعو لأمر مهم. الصلاة جامعة، احضروا لأمر مهم. فاجتمع الصحابة، أتخيل مشهدهم وهم يثورون من تحت أشجار السمر التي كانوا يتجهون إلى هذا النداء. وجعل النبي هذا النداء بعد صلاة، يعني في وقت صلاة الظهر، بحيث أنه صلى بالناس الظهر ثم خطب. طبعا اختيار هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الظهر بالنسبة للمسافرين هذا وقت اليقظة، لأنهم يقيلون قبل الظهر. صحيح. فهو وقت الاستيقاظ بقوة، يعني الإنسان قد استجم واستراح وتهيأ، ليس مجهودا ولا متعبا، مهيأ. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف فخطب الناس، واستعمل أساليب محفزة تفرغ الذهن من الشواغل حتى يلقي القضية التي يريد إلقائها، يفرغ الذهن، مثل ما خطب في منى فقال للناس: أيها الناس، أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ الأسئلة المتوالية تعطي أهمية، تفرغ الذهن بحيث يتشوف لما بعدها. هنا قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أوشك أن أغادركم وأن أستجيب نداء الله باللحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسمى. هذه بحد ذاتها تهيئ النفوس لما بعدها. هذا خطاب فيه لوعة الوداع، هذا خطاب مودع. فماذا سيقول وبماذا سيوصي؟ فأوصى فقال: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. فحث على كتاب الله وأوصى بكتاب الله وناشد الأمة التمسك بكتاب الله عز وجل. ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. الحفاوة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا تكون مرتبطة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر يوشك أن يغادر ويلحق بالرفيق الأعلى، فلتبقى لهم رعاية هذه القربى ورعاية هذه المودة ورعاية هذه الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم خص من أهل بيته، بعد أن خص من أمته آل بيته، خص من أهل بيته حبيبا، فقال: أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ لاحظ تكرار الأسئلة هو نوع من تفريغ الذهن. طيب إيش بيقول بعد ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. 3 أسئلة يرددها. طيب ما بعدها؟ فأخذ بيد علي. لاحظ كل الألوف الزحوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، علي هو اللي كان قريبا منه. ولك أتخيل أن النبي أتى إلى المكان ويده بيد علي، ووقف وبجانبه علي، لأنه وهو يخطب أخذ بيده، إذن هو جالس جنبه قريب منه، أخذ بيد علي فأقامه. فلما أقامه قال: ألا فإن الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. يكاد ينخلع القلب ويتخيل مشاعر علي عليه السلام، ويده تشتالها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعها، وهو يقول: الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، من كنت مولاه فعلي مولاه. كان علي يعرج به إلى السماء، كأنه ينظر إلى الأرض من علو. أي مشاعر كانت تجيش في نفس علي ويده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أي مشاعر غامرة تملأ نفس علي وأذناه تتروى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه.
وما هي مشاعر الصحابة وهم يرون عليا بهذا القرب، بهذه الحفاوة وبهذه المكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي مشاعرهم تجاه علي؟ لذلك يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: فما كان أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. الله أكبر. وجاء عمر رضي الله عنه إلى علي وقال: ليهنك يا ابن أبي طالب أنك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. الله. هنيئا لك أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولايتك من ولايته، فولاية النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته أعظم من الموالاة التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذه الرتبة من الولاية والموالاة. هذا الحديث يبرز فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، يبرز فضيلة علي ومكانته، وهو من الوفاء النبوي لعلي ومن تطيب قلوب الناس لعلي، فإن عليا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وقربى. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن علي قال: انظروا إلى بيته بين بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي أنك تعرف بعلي فتقول انظروا إلى بيته، لأنك بيت علي وفاطمة عنه جنوبا بيت عائشة وبيت حفصة وبيت سودة، وعنه شمالا بيوت باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فبيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من البيت، فبيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب بيت إلى بيت عائشة بيت فاطمة وعلي. فكان ابن عمر يقول: انظروا إلى بيتي بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو في حال اندماج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيته بين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ألا لا يبقين باب إلى المسجد إلا سد إلا باب علي. فكان طبعا الخوخة غير الباب، الباب هو الباب الشارع، أما الخوخة فهي حسب تعبيرنا فتحة بسيطة، فتحة باب خدمات. وعندنا من أول احنا نسميها في نجد باب الحوش اللي ما يدخل معها الضيوف عادة. فالخوخات تغلق إلا خوخة أبي بكر، والبيوت تغلق، الأبواب تغلق إلا باب علي، لأن علي ليس له باب إلا إلى المسجد، فبابه مثل باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شارع إلى المسجد. هذه مكانة لعلي ومنزلة تبين القرب والقربة بين علي والنبي صلى الله عليه وسلم. الموقف في غدير يخم تذكير بمكانة علي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الدين وتمام الرسالة، والاحتفاء بعلي احتفاء بمن صحب هذه الرسالة منذ إشراقها الأول، فعلي أول من أسلم في سنه. يعني كانت الشمس تشرق على الدنيا والمسلمون 4 نفر: النبي وخديجة وأبو بكر وعلي. فكان علي في أيام من الأيام هو ربع الإسلام، هو ربع الإسلام. تشرق الشمس والمسلمون على الدنيا 4، أحدهم علي. لكن في غدير يخم كانت الجزيرة كلها إسلام والقبائل كلها مسلمة، لكن هؤلاء أسلموا من بعد وعلي أسلم من قبل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل